اهلا بيكوا حبايب قلبي وفيديو جديد. النهاردة عايزة اتكلم معاكوا عن 10 تريكات تعمليهم في اخر الشهر. 10 تريكات هيوفرولك وهيملولك البيت خير. كلنا قبل القبض بنشيل هم نطبخ ايه ونعمل ايه. هقول لكم انا بعمل ايه. طبعا انا اساسي عندي لازم يكون عندي في التلاجة بيض، ويكون عندي في الخزين عدس، واكون عاملة شوية خضار كده ومفرزاهم علشان الزناقات وعشان اخر الشهر. عندي طماطم وعندي فلفل متفرز وعندي شوربة وعندي توم وعندي كده شوية خضروات كده من اللي هي سعرها رخيص، بجيبهم واقطعهم واشيلهم في الفريزر استخدمهم بقى للايه، لوقت الضيق ووقت الازمات. فبطلع من الفريزر بتاعي المخزون بتاعه اللي امشي بيه الاسبوع الاخير من الشهر، اللي هو ممكن لو فكرت اجيب وجبة دليفري هجيبها بتمن ميزانية اسبوع كامل يا جماعة. فدي كمان حاجات اللي هتشوفوها في الفيديو ده حاجات كانت موجودة عندي في الفريزر كلها. الدهنة دي انا مجهزاها ومسيحاها وبطبخ بيها عشان ما اجيبش زيت وما اجيبش سمنة بلدي، لان احنا في اخر الشهر بنستنى التموين عشان نجيب الزيت، وبنستنى نجيب بقى بعد القبض نجيب السمن ونجيب الحاجات اللي احنا بنستخدمها. عايزة اقول لكم استخدموا الخزين اللي عندكم. ممكن تعملوا الاكلات اللي هي الجماعية زي طبق كشري الحلة الواحدة، بعمله كده في حلة واحدة واغرفه في طبق واحد، ويلا هوب نتجمع كلنا. لو احنا 10 افراد هناكل وهنشبع بفضل الله، وكلها اكلات من اللي موجود في البيت. شوية مكرونة في البيت، شوية عدس، شوية رز، شوية شعرية، كلها حاجات من المتوفرة في البيت. لقيت برضو مثلا شوية محشي، شوية ورق كرنب انا مفرزاهم، بطلعهم مع كيلو بدنجان اعمل طبق محشي، وعندي الصلصة وعندي الخضرة، مش هشتري حاجة. فيا جماعة بنمشي امورنا. ممكن مكرونة حمراء مع بيض مسلوق، ممكن طبق سلطة حلو كده مع صينية بطاطس مع رديحي من غير لحمة ومن غير اي حاجة، مع شوية رز او مع عيش. ممكن طبق مسقعة مع عيش، ممكن شوية بطاطس مهروسة مع حتة جبنة بطماطم وناكل ونشبع. شوية ملوخية يا جماعة، شوية ملوخية خضرة اجيبهم واعملهم، اجيب كيس حتى ملوخيه خضراء لو انا ما عنديش واشتريته، ممكن يكون عندي في الفريزر، او ملوخيه ناشفه واطلعها اعملها وبرغيفين عيش كده بلدي، اادي الايه الوجبه والناس تاكل وتشبع ومفيش اي مشكله خالص. بنمشي امورنا حتى لو فول وطعميه وبناكل، بنمشي امورنا حتى لو بابا غنوج، لو صينيه عجه بعملها، بعمل بيض شكشوكة وبعيش وناكل. بنقضي يومنا وبنزق ايه اسبوعنا على بال ما القبض ينزل. وعايزه اقول لكم يا جماعه لازم تراعوا تريكات التوفير في كل حياتكم حتى لو بعد القبض، لان احنا داخلين على دراسة. الشهر ده شهر مزنوق جدا جدا جدا، ربنا يعيننا عليه. شهر بجد لازم توعي لنفسك ولكل قرش بتصرفيه. مش كل حاجة هتضيع على الاكل والشرب يا جماعة، مش كل حاجة هنضيعها على الاكل والشرب. لازم ناكل ولازم نشرب ولازم جسمنا ياخد العناصر المهمة والاساسية بتاعته، لكن شيلوا الهدر. بلاش نبقى واكلين وطبخين ونجيب اندومي، بلاش نبقى واكلين وطبخين ونطلب دليفري بالليل، بلاش الكلام ده حتى لو معانا. وفروا يا جماعة، سندوتش الجبنة هيشبع، والاكل اللي ب 400 500 600 الف جنيه هيشبع. يبقى انا ليه دايما خلوا لو في اطفال اكل من الغدا للعشاء، انا بعمل كده. طبعا الاطفال بقى مش شايلين لا هم دايت ولا هم حاجه، فمعلش لما ياكلوا كده مفيش مشكله، هو برضو جسمهم بيتبني. لو عندك حته فرخه، صدر فرخه باقي في التلاجة، طلعيه اعمليه شاورما، واعمليه عيش كريب انت في البيت او عيش السوري انت في البيت بشويه ميه ودقيق. انا بنتي الصغيره بتعمله من وهي صغيره، ما بياخدش وقت وناجح جدا. وتعمليه وتحمريه وتعمليه شويه محشي قرديحي كده، الله عليه نعمه وفضل من عند ربنا. بحبكم.